يا استاذ محمد، في البدايه عايزين نعرف ايه سبب الاستقاله الجماعيه وايه سبب الغضب الشعبي الموجود في قريه بارود ده لو سمحت. حصل ايه؟ احنا كنا حاضرين لجان الفرزه لحد الساعه 12 اعلن فوز المرشح ابو الخير عبد العليم. المهندس ابو الخير مرشح الحزب الوطني في قريه بارود. مقعد فات للحزب الوطني عن الدائره الاولى بندر ومركز بني سويف. تمام. بعد الساعه 12 فوجئنا بان النتيجه اتعدلت، وعلى ما يبدو جت تعليمات من الامانه العامه للجنه العليا بالدائره الاولى بندر ومركز بني سويف بتغيير النتيجه. وفوجئنا بعد ما كنا متفوقين ب 7000 صوت، فوجئنا بالاستاذ مجدي عبد الوهاب بيومي متفوق ب 1007 صوت. وجت اللجنه العليا طلعوا الناس كلها بره وقالوا هنعلن النتيجه، وضربوا علينا انابل مسيله للدموع، وبعدين اعلنت النتيجه على انه هو اللي فايز واحنا اللي كنا فايزين الاول. ده اللي حصل. لحد النهارده طالبين تفسير للكلام ده. انما النتيجه الحقيقيه ان المهندس ابو الخير هو اللي كان فايز. بعلم الجميع بسبع 8600 صوت بعلم الجميع ب 7000 صوت. طب مين بتتهموه هنا؟ مين بتتهموه هنا ورا الموضوع ده ان هو اللي دبر الموضوع ده؟ نتهم الحزب الوطني بالمساله. الحزب الوطني بني سويف والدكتور عبد الرحمن سليم. انا بقول الدكتور عبد الرحمن سليم امين الحزب في بني سويف. حزب الله ونعم الوكيل. ايوه يا ريس، حزب الله. احنا دلوقتي المرشح بتاعنا ابو الخير عبد العليم في الجوله الاولانيه خد 26160 صوت. المرشح اللي نجح واخد 14000 ب 26 مليون جنيه، خد 14000. الدوره الجايه ساعه ما نجح قالوا خد 32000 صوت. ال 32 ال 18 دول كان منين؟